ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا حبايب قلبي هنقدم مع بعض طريقتين من طرق البسبوسه، طريقتين اسهل من بعض والذ من بعض، بس كل طريقه مختلفه عن التانيه، وان شاء الله بتدينا نتيجه زي الفل في الاخر. مقاديرها بسيطه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. انا حبيت اجمع طريقتين للبسبوسه في الفيديو دوت علشان ايه؟ نقدر كلنا نستفاد من بعضنا. يلا يا حبايب قلبي ندخل في الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول واعرفكم على مقاديري. في البدايه يا حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. انا معايا كوبايتين من دقيق السميد، دقيق البسبوسه، معايا كوبايه الا ربع من الحليب، ومعايا معلقتين كبار من الشربات. ده شربات تقيل، ده شربات الكنافه. لو مش متوفر عندك شربات الكنافه ممكن عسل ابيض. ومعايا معلقه من الدقيق، نص كوبايه سمنه او زبده، ومعايا هنا نص كوبايه سكر، ومعايا كمان معلقتين كبار من جوز الهند، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هي دي بس كده مقادير اول طريقه للبسبوسه هنعملها مع بعض. هنبدا نعمل مع بعض اول طريقه للبسبوسه. انا جبت طاسه حطيتها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، وهجيب السكر حطيت السكر زي ما انتم شايفين كده في الطاسه. هحط كمان ربع كوبايه من الميه، هيبدأ المية والسكر يغلوا عشان يدونا كرملة بسيطة كده. زي ما انتوا شايفين كده السكر بدأ يتكرمل. انا بقلبه كده باستمرار. انا بس مستنيه عليه يديني اللون الذهبي الفاتح. شايفين ادانا اللون الذهبي ازاي؟ هننزل عليه بالسمنه او بالزبده اللي متوفره عندك، وقلب. وبالحليب وقلب كده. انا موطيه النار مش معلياها علشان الكلكعه دي تدوب معايا. هفضل اقلب كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي انا عماله اقلب باستمرار. زي ما انتوا شايفين الكلكعه راحت خالص. احط بقى معلقتين العسل الابيض او معلقتين شربات الكنافه بيبقى تقيل شويه، واحط جوز الهند واقلب. حطيت جوز الهند زي ما انتوا شايفين كده وقلبته، وكده الخليط نرفعه من على النار. انا معايا دي البسبوسه هحط عليه البيكنج باودر واحط عليه معلقه الدقيق
الدقيق بمعلقه الدقيق ديت بتخلي البسبوسه بتاعتك متماسكه كده. واجي بقى بالخليط اللي انا عملته وافضيه كده واقلب، بس ايه ما نقلبش كتير. انا بس كده عايزه ايه الم دي البسبوسه في الخليط اللي عملناه ايه على النار كده، تقليب بسيط خالص كده وبس كده. اجيب الصينيه معايا، صينيه بالحجم دوت انا دهناها سمنه، وممكن تدهنيها طحينه اللي موجود عندك. مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200. انا كده ظبطت صينيه البسبوسه. لو حابه تحطي عليها اي مكسرات موجوده عندك، بندق مثلا او سوداني، دي حاجه ترجع لك. حابه تسيبيها ساده كده زي ما انا هسيبها برضو، دي حاجه ترجع لك. سويتها كده زي ما قلت لكم. مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200. صينيه البسبوسه هتقعد في الفرن من 12 ل 15 دقيقه. حطيت صينيه البسبوسه في الفرن. هنبدا بقى نعمل مع بعض الشربات، عشان لازم يكون الشربات سخن وصينيه البسبوسه سخنه. اول ما تخرج صينيه البسبوسه من الفرن مباشره نسقيها على طول. انا هعمل الشربات ازاي؟ دول 1.5 كوباية من السكر، و1.5 كوباية من الميه. حطيت كوبايه وادي نص. واقلب كده. هيغلي الشربات لمدة 3 دقايق فقط لا غير. ومعايا كيس فانيليا. اول ما يغلي الشربات واطفي عليه اروح حاطه عليه كيس الفانيليا واقلبه. صينيه البسبوسه خرجتها من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليها، مستويه وجميله. وكمان معانا الشربات سخن هو كمان. هحط كيس الفانيليا واحط كمان معلقه من السمنه البلدي، بتدي طعم حلو كده للبسبوسه. زي ما انا قلت لكم البسبوسه سخنه والشربات سخن. وابدا بقى اسقي البسبوسه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ شايفين قدامكم البسبوسه بتشرب الشربات. هحط كميه الشربات كلها واروح راكنه بقى صينيه البسبوسه دي كده على جنب لمده ساعه تشرب الشربات وتهدأ وتبرد خالص، علشان نقطعها مع بعض. هنبتدي بقى نعمل البسبوسه التانية. زي ما انا قلت لكم في بدايه الفيديو اللي انا هعمل طريقتين بسبوسه، كل طريقه مختلفه عن التانية، بس النتيجه بتطلع في الاخر زي الفل. هنبدأ نعمل البسبوسة التانية. في البداية كده قبل ما نعجنها هنعمل الشربات بتاعها، عشان البسبوسة ديت هتبقى محتاجة شربات بارد. معايا 1.5 كوباية من السكر،
كوباية ونص من المية، كوباية ونص، ومعايا عصرة ليمون، وشريحة ليمون، ومعايا كيس فانيليا. كيس الفانيليا دوت اقلب كده من النص مش من على الحروف عشان الشربات بتاعي ما يسكرش. كيس الفانيليا ده انا هحطه بعد ما الشربات بتاعي يغلي لمدة 5 دقايق على النار. اعرفكم على المقادير. معايا 3 كوبايات من السميد دقيق البسبوسة، ومعايا كوباية من الحليب، ومعايا تلت كوباية جوز الهند، وكوباية وربع من السكر، ومعايا 3 معالق كبار من العسل الابيض. مش متوفر عندك عسل ابيض ممكن تحطي شربات الكنافة التقيل دوت، ممكن تحطي منه 3 معالق، ومعايا معلقتين سوداني علشان خاطر دي المكسرات يعني اللي انا هحطها على وش البسبوسه بتاعتي. لو متوفر عندك بندق او اي مكسرات ممكن تستبدليها عادي مفيش اي مشكله. ومعايا تلتين كوبايه من السمنه. هي دي بس كده مقادير البسبوسه التانية. انا جبت طبق هفضي فيه دي البسبوسه، واحط كمان جوز الهند، واحط السمنه، واقلب الخليط كده مع بعضه. قلبت كده جوز الهند والسمنه، قلبتهم مع دقيق البسبوسه. اركن الخليط ده بقى كده على جنب. انا جبت بوله زي ما انتم شايفين كده، احط فيها السكر، واحط الشربات التقيل، واحط الحليب، واقلب كده لغايه ما السكر يدوب. احط بقى الخليط دوت في حاجه كده واحطها على النار. انا عايزه الخليط بتاعي دوت يسخن بس مش اكتر من كده. الخليط اللي احنا عملناه دوبناه مع بعض، حطيته على النار سخن يا دوب يعني كده صباعك يستحمل السخونيه بتاعته. هجيب الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه قبل كده واروح صب عليه ده، والم بقى كله في بعضه كده. بقلب الخليط كده كله في بعضه، برضو ما اقلبهوش كتير. انا بس كده عايزه ادخل كل الخليط في بعضه زي ما انتوا شايفين كده، وبيبقى الخليط زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. انا معايا صينيه دهناها سمنه، هفضي فيها خليط البسبوسه. فضيت خليط البسبوسه كده في الصينيه. معايا السوداني او البندق او المكسرات اللي موجوده عندك، واعمل كده على وش الصينيه. الفرن بتاعك يبقى ساخن مسبقا
على درجة حرارة 200. صينية البسبوسة هتدخل الفرن وهتقعد 30 دقيقة مش اكتر من كده. اول ما تخرج هنرجع مع بعض تاني عشان نسقيها بالشربات. صينية البسبوسة خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين كده سخنة، ومعايا الشربات احط عليه الفانيليا واقلب كده ونسقي الشربات. سوري يا بنات، ونسقي البسبوسة بالشربات. بسم الله. هحط كل الشربات الكمية كلها يعني على صينية البسبوسة. البسبوسة بتشرب الشربات كله. هركنها بقى كده على جنب لمدة نص ساعة تهدى كده وتبرد وتشرب الشربات كله، ونرجع بعد كده نقطعها مع بعض واوريها لكم. ايه رأيكم يا حبايبي كده في نوعين البسبوسة اللي احنا عملناهم النهاردة بطرق مختلفة خالص؟ دي بطريقة ودي بطريقة. دي البسبوسة الاولانية ودي البسبوسة التانية اللي عملناها مع بعض. نقطع كده. انا قلت لكم هسيبهم لغاية ما يهدوا خالص ويبردوا ويشربوا الشربات، وبعد كده اقطعهم معاكم واوريهم لكم. نقطع مع بعض كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ شايفين مرمله ازاي وجميله وشاربه الشربات تحفه. ايه رايكم في شكلها؟ دي بالنسبه للصينيه الاولانيه. نيجي الصينيه التانية. الطريقه التانية برضو هقطعها كده. نقطع كده مع بعض واوريكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ شايفين البسبوسه عامله ازاي؟ مرمله خالص وشاربه الشربات تحفه كده تحفه. شايفين؟ شوفوا كده، شايفين مستويه ازاي؟ شايفين الترميله؟ شايفين عامله ازاي؟ ايه رايكم؟ واو تحفه. شايفين التانية كمان؟ ايه الجمال ده؟ جميله جدا. الاتنين الصراحه احسن من بعض. النهارده يا حبايبي احنا قدمنا مع بعض نوعين مختلفين خالص من طريقه البسبوسه.
الطريقتين احسن من بعض واحسن من بعض، والنتيجة زي ما انتوا شايفين تحفة تحفة تحفة. عايزاكم يا حبايبي تجربوهم ان شاء الله هيعجبكم الطريقة الاولانية والطريقة التانية من البسبوسة اللي عملناها النهاردة مع بعض. الفيديو بتاعي خلص، يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي يا ريت بالله عليكم ما تنسونوش باللايك وبالشير، وتفعلوا لي زر الجرس، وتشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير يا حبايبي في فيديو جديد. مع السلامة.